هعرفكم على ميزة حلوة في متجر بلاي، من خلالها هتقدروا تحافظوا على موبايلكم بقدر الإمكان، وكمان هتحميكم من كل التطبيقات المهكرة وكمان من كل التطبيقات اللي مش كويسة، وكمان هتحميكم من كل التطبيقات المضرة. تابعوا معايا الشرح. كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض، وبعد كده هنروح على متجر بلاي. زر الشات انقر بحث متجر play هنخش عليه بالشكل ده. متجر play وبعد ما احنا دخلنا على متجر بلاي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، هنقلب لحد ما نوصل لكلمه اسمها يتم الان استخدام حسابنا. هنلاقي مكتوب عليه اسم الحساب بتاعنا، هنلاقيه يتم الان استخدام حساب كذا. هبصوا يتم حاليا استخدام حساب. Alshak Asami هنخش على Alshak الشكل ده. هذه قائمة الحساب. وبعد ما احنا دخلنا عليه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، كان مكتوب قدامنا اسم الحساب بتاعنا اللي هو يتم الان استخدام حساب كذا، حساب الشيخ عصام. هنقلب لحد ما نوصل لكلمه اسمها بلاي للحمايه. يتم تغيير إدارة الإجراء إدارة الإشعار الدفعات play للحماية 4 من 5. هنخش عليه بالشكل ده. متجر play وبعد ما احنا دخلنا على الكلمه اللي انتوا كنتوا شايفينها حضراتكم دي اللي اسمها بلاي للحمايه، هنقلب لحد ما نوصل لكلمه اسمها الاعدادات. تنقل إلى play الإعدادات زر هي دي اسمها الاعدادات. هنخش عليه بالشكل ده. عامة عنوان 1 من. وبعد ما دخلنا على الكلمه اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي اللي هي اسمها الاعدادات، هنقلب لحد ما نوصل لكلمه اسمها فحص التطبيقات. فحص تطبيقات باستخدام play للحماية يمكن أن تفحص خدمة play للحماية هذا الجهاز وترسل إليك تحذيرات بشأن التطبيقات الضارة غير مفعال مفتاح تحكم 2 من 5. طيب الميزه دي مش مفعله، احنا المفروض نفعلها علشان خاطر تقدر الميزه دي تحافظ لنا على موبايلنا على قد ما تقدر، وكمان علشان خاطر تقدر ترسل لنا تحذيرات من اي تطبيقات مش كويسه او مش مفيده او ضاره او مهكره. احنا هندوس على ضغط عاديه كده كده اتفعلت معانا. تعالوا نشوفها كده مع بعض. عامة فحص تطبيقات باستخدام play هي دي. للحماية يمكن أن تفحص خدمة play للحماية هذا الجهاز وترسل إليك تحذيرات بشأن التطبيقات الضارة مفعال مفتاح تحكم 2 من 5. طيب هي دلوقتي بقت مفعله، يعني انت لو لقيتها مش مفعله اوقف عليها زي ما احنا وقفنا عليها من شويه، ودوس عليها ضغطه عاديه. فبمجرد ما انت حضرتك هتدوس على ضغطه عاديه كده خلاص الخدمه هتتفعل معاك. ولو انت عايز تشيلها من على الموبايل بتاعك، دوس عليها تاني ضغطه عاديه كده. مربع حوار راح جايب لي قدامي مربع حواري. اسمع كده بيقول لك ايه؟ إيقاف فحص التطبيقات مؤقتا. ايقاف فحص التطبيقات مؤقتا. قد يعرض إيقاف فحص تطبيقات جهازك وبياناتك للخطر في حال إيقاف خدمة. play للحماية مؤقتا لن يتم فحص تطبيقات من خارج. Google play سيعاد تفعيل الفحص تلقائيا في اليوم التالي من إيقافه مؤقتا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت وقفت الخدمه دي مؤقتا فانت كده ممكن تعرض جهازك للخطر، وكمان هو اصلا هيفعلها لك في اليوم الثاني لوحده. فانا ما بنصحكش لو انت هتوقفها الخدمه، ما بنصحكش ان انت توقفها مؤقتا، وقفها ايقاف نهائي. بص اهو نقلب تاني شويه. إيقاف مؤقت زر. لا، إيقاف زر. هندوس على دي اللي هي اسمها ايقاف. يعني احنا لما نكون عايزين نوقفها ما ندوسش على كلمه ايقاف مؤقت، لانك لو دوست على ايقاف مؤقت كده انت هتعرض جهازك للخطر، وكمان هي اصلا هتتفعل تاني اليوم التاني لوحدها. فبالتالي ما بنصحكش انت تعملها ايقاف مؤقت، اعملها ايقاف بس. الكلمه دي اسمها بصوا دي، إيقاف زر. هي دي اللي انا واقف عليها بالظبط. الكلمه دي اسمها ايقاف. بمجرد ما تدوس عليها كده خلاص الخدمه هتشال من على الموبايل بتاعكم ومن على المتجر، ومش هتكون مفعله ومش هتتفعل تاني لوحديها. هنقلب تاني. cancel زر. كانسل. لو دوست كانسل يبقى كده اكنك ما عملتش حاجه والخدمه مش هتتشال وهتكون مفعله عادي. طب احنا هنعمل لها ايقاف. هنرجع تاني اهو. إيقاف زر. هندوس على ضغط عاديه على كلمه ايقاف. متجر play كده الخدمه وقفت معانا. تعالوا نشوفها مع بعض عامة اهو. فحص تطبيقات باستخدام play للحماية يمكن أن تفحص خدمة play للحماية هذا الجهاز وترسل إليك تحذيرات بشأن التطبيقات الضارة غير مفعال مفتاح تحكم 2 من 5. هي دلوقتي مش مفعله زي ما احنا وقفناها مع بعض، ولكن انا بنصح وبشده ان احنا نفعل الميزه دي علشان خاطر لو اي حد بعت لنا اي تطبيق من خارج المتجر، او لو اي حد بعت لنا اي تطبيق من اي بي كي، او لو اي حد بعت لنا اي تطبيق هاكر او ضار او مش كويس
او مش مفيد، او مثلا تطبيق بيبوظنا الجهاز بتاعنا، او مثلا تطبيق فيه بعض المشاكل، يقدر المتجر يرسل لنا رسائل ويرسل لنا تحذيرات، وكمان يقدر المتجر ان ما يخليش التطبيق يتثبت على الجهاز بتاعنا، وكمان يقدر المتجر انه ما يثبت لناش التطبيق بتاعنا. فانا بنصح بشده ان انتوا تفعلوها، علشان لو انتوا مش مفعلينها فممكن كده انتوا تثبتوا اي تطبيق من غير ما تاخدوا بالكم، ولكن لو انتوا مفعلين الميزه دي فانتوا كده اي تطبيق قبل ما تجوا تثبتوه مش هيرضى يثبت معاكم لو في مشاكل، ولكن لو هو مؤمن هيثبت معاكم عادي بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله تماما. هندوس عليها الكلمه دي ضغط عاديه، وبعد ما احنا دوسنا على الكلمه دي اللي هي فحص التطبيقات ضغط عاديه كده خلاص الخدمه اتفعلت معانا. تعالوا نشوفها مع بعض. فحص التطبيقات باستخدام. Play. للحماية يمكن أن تفحص خدمة. Play. للحماية هذا الجهاز وترسل إليك تحذيرات بشأن التطبيقات الضارة. مفعال. مفتاح تحكم 2 من 5. كده خلاص بقت مفعله. يعني لو اي حد بعت لنا اي حاجه من اي بي كي، او لو اي حد حاول يبوظ لنا جهازنا او يهكرهن او يبعت لنا تطبيق فيه مشاكل او مش كويس او هكر او تطبيق مش مفيد، بمجرد ما احنا نجي نثبته مش هيرضى تثبت معانا، وكمان هيبعت لنا المتجر رسائل تحذيريه من التطبيق بحيث ان احنا ناخد بالنا منه وكمان نحذفه علشان خاطر ما يسبب لناش مشاكل في الجهاز بتاعنا. اظن الموضوع سهل جدا، واظن مفيش اسهل منه خالص، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واتمنى لكم دايما الافاده والتوفيق والنجاح في حياتكم. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو بتاعنا. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله يقدر يكتب لي سؤاله او استفساره او مشكلته اللي مواجهاه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله بان شاء الله تعالى هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليها باذن الله. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الرجوع. الشاشة الرئيسية. إيقاف. Talk back. تشغيل. AC. AC. تسجيل.